السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله اموركم كلها تكون بخير على خير. رمضان مبارك سعيد، ان شاء الله ربي يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبطول العمر بشي حجه ان شاء الله، ولا شي عمره ليا وليكم يا ربي الرحمن الرحيم في القريب العاجل. فبغيت نشارك معكم هنايا واحد الكوموند ديال سلو، كانت شي شويه كبيره، كان واحد جوج نواع ديال سلو. كان واحد اللي عادي نورمال، والثاني اولا الاولاني هو اللي كان بالقوام وكان غير بالزيت، والثاني كان عادي. فان شاء الله غادي نشارك معكم اي حاجه درتها هنايا، غادي نقول لكم التفاصيل وكل شيء. فتنوريكم هنايا التفاصيل الاولانيين، يعني البديه ديك التحضيرات الاوليه. الزنجلان نقيته، غسلته بعد نقيته وحمرته في المقله. اللوز شديته فسخته، لا سلقته هو الاول ديما في الصفقه صفقه المهمه الثانيه على الاولى. فسلقته هو الاول. ما كتخليوش يغلى بزاف، كي كطلع فيه الغليه صافي كطفيو عليه وكتفسخوه. بالنسبه للكاوكاو كنشري هذاك الصغور اللي هو بلدي، وكنديرو في الفران، كنحيد ليه القشور بسهوله ما كيمحنيش. فهذا هو يعني التحضيرات الاولانيين. بالنسبه لهاد السلو، فالسيده كانت بغاتو سلو تقليدي، يعني بإلان بزريعه الكتان بالصوجه، وما بغاتش فيه في نفس الوقت الزبده. قالت لك ما بغيتش الزبده وبغات القمح، ما بغاتش الفورص. فهنايا عندي 2 كيلو ونص ديال القمح، قليتهم في الفران عادي، في الفران ديال الدار، ماشي قليتهم في الفران ديال الزنقه، تنقليهم انا في الفران ديال الدار. القمح شي شويه تيكون ماشي رطب تماما بحال الفورص، ولكن المذاق ديالو كيعطي واحد المذاق حسن من الفورص. المهم بالنسبه للبنات اللي باغيين يديروا الفورص، ديروا غير الفورص، راه انا تندير الفورص عاده. هنايا السيده هي يعني هي اللي طلبات القمح وطلبات إيلان وطلبات هداكشي. فهنا عندي 2 كيلو ونص ديال القمح اللي محمر في الفران، كنعاود نغربلو. فاش كنحمرو من الفران كنعاود نغربلو. فزدت عليه هنايا كيلو ديال الزنجلان كامل مطحون، محمر عاد مطحون اكيد. يعني ديما الشنجلان كنحمروه شي شويه في المقله، باش عاوتاني كتحمروه حتى كيتحرق، لا يعني واحد شي شويه بحال تيتصهد في المقله الغليظه ولا في الفران. انا كنفضل المقله الغليظه لحقاش بحال كتبان، يعني كتعرفي القياس ديال الحموريه. اما الفران تقدري تحطيه وتنسيه. كما قلت لكم كيلو ديال الزنجلان، عاد درت رابعه اخرى اللي صاينه. عندي 5 دراهم نافع و3 دراهم حبه حلاوه. عندي شويه القرفه، المهم واحد المعلقه كبيره. بالنسبه للوز، بالنسبه للكاوكاو هذاك الكاوكاو هذا اللي يلاه كنت وريتكم، كيلو كاوكاو حتى هو محمر ومطحون. عندي شويه الكوزه، شويه المسكه الحره. بالنسبه لهذا الخضر هذا فراه هو إيلان، رابعه ديال إيلان فقط، غير هي مطحونه ومنيله. ديروا شي زيف اللي كينير، يعني تنير. راه الا خليتوها غير شي شويه، طحنتوها مثلا في المولينكس ودرتوها بالصفاير، كتبقى تزغزغ، كيعطي واحد المذاق رهيب خايب في سلو بزاف، كتبقى دالك بحال الحجر، كتاكلي في سلو هو بحال الحجر. فعندي نص كيلو ديال الصوجه، ونص كيلو ديال زريعه الكتان، وعندي كيلو ديال اللوز اللي هو مطحون. عاده رابعه تنظن، المهم رابعه اولا فوت رابعه، واحد شي شويه ديال اللوز اللي صايم. عندي الزيت البلديه، وعندي الزيت الروميه اللي قليت فيها اللوز. هذيك الزيت الروميه فقط اللي قليت فيها اللوز ماشي الروز. صافي، وغادي نزيد غير الزيت البلديه. فهي السيده هادشي اللي طلبات. هادو هما المقادير اللي فيه. كيف ما كتشوفوا مفيش الزبده، حيت السيده اصرت انه ما تكونش فيه الزبده، وهكاك وجا المذاق ديالو زوين بزاف. كيف ما قلت لكم كيلو جنجلان كامل محمر ومطحون. من الافضل انكم تطحنوا جنجلان مزيان. انا الطحانه يلا على قد الحال، فراه طحنات هذا هو الطحن يعني اللي كان ممكن طحن. كيلو لوز حتى هو كامل مطحون. عاد كنزيد رابعه جنجلان صين ورابعه لوز صين، 2 كيلو ونص ديال الدقيق. فكيف ما قلت لكم كيلو كاوكاو حتى هو مطحون. استسمح تندير لكم الصوت من ورا هذا الفيديو، ورا عندي حساسيه في الحلق ديالي، ما الصوت والكحبه. فكيف ما قلت لكم رابعه إيلان، لا رابعه إيلان نص كيلو صوجه ونص كيلو زريعه الكتان. اما بالنسبه لحبه حلاوه والنافع فراه 5 دراهم نافع و3 دراهم حبه حلاوه باش ما نتلفش.
الا انا البنات الا كنتو غديروه في سلو يعني ضروري تنيلوه، ضروري ضروري ديروا زيف وعاودوا شحال من مره باش ما يهبطش لكم هذوك الحجيرات، حيت هو دير بحال الكريستال كريستاليزي. الا خليتوه غير مصفي كيهبط هذوك الكريستالات وكتبقى في كتبقى في سلوك. عرفتي كنكره سلو فيه الا هكا كيبقى يتزغزغ، تيفقسني تنتعصب. بالنسبه للبنات عندكم تنساو الملحه. انا الملحه هذه المره درتها في الزيت، سلقيت فيها اللوز، ذوبتها معلقه كبيره ديال الملحه، ذوبتها في هذيك القريعه اللي فيها زيت الروميه اللي قليت فيها اللوز. فالصراحه جا مذاقو زوين، واخا ما فيهش الزبده ولكن راه زوين. بالنسبه للقرفه راه درت غير معلقه كبيره عامره مزيان ديال القرفه، ما درتش هذيك الكميه كامله. عندي 5 دراهم قرفه ولكن ما درتهاش كامله لحقاش غادي تحرر لكم السلو. القرفه حتى هي واخا كان ماشي زعما شي حاجه واو. الكوزه درت غير نص معلقه تقريبا صغيره، ما انا مكثرتش بزاف. اما المسكه الحره فهناك راها مطحونه مع سنيده، فدرت تقريبا ثلث القرعه، ثلث هذيك القريعه، يعني راه غير شي شويه ماشي شي حاجه كثير. صافي كنخلط. طبعا لانه الكميه كثيره هذه القصريه ما درت ليها والو، درتهم في بانيو. خلطت الجزء الاول وعاد تفكرت انني راه ما وريتكمش فاش زدت اللوز وزدت سكر كلاصي. اكيد يعني السكر كلاصي ضروري، شي حاجه اللي ضروريه جدا جدا. كاين اللي كيقول لك نزيد العسل. انا الصراحه انا كيجيني العسل كيجمد السلو، يعني بلا ما تخاطروا بزياده العسل ويقدر يجمد لكم فاست السلو تولي داكشي محجر. ما كاين علاش. واحد الوحده شفت واحد الفيديو دايره فيه مزهر، الصراحه زعما لا اله الا الله اللي زعما تيقول بالله غيزيد مزهر في سلو راه منو لسيد ربي. اش بغا يزيد في سلو يزيد ليه المزهر، ما بقى ما يزيد. ما كايناش هاد القضيه، شي حوايج ولاو تيخترعوهم ويقول لك لا حقا اصلا انا فاسيه وكنعرف لهادي. حنا هذا هو السلو، حنا اختي اللي تنعرفوا، حنا اللي كلينا من صغرنا ملي يلاه تزدنا وحنا تناكلوا بهذا السلو. هذا هو اصلا السلو ديال الوازم، اغلبيه كيديروه بهذا الشكل. فهنايا زدت ديك نص رابعه لان انا قسمتهم على جوج، وزدت سكر كلاصي. في السيده ما كانتش بغات توحلو فزدت ليها غير تقريبا واحد ما كاملاش حتى نص كيلو، يمكن ما كاملاش نص كيلو. صافي كتخلطوا. هنايا هذه راه ديك الزيت اللي قلت لكم درت فيها اللوز، قليت فيها اللوز، شفتوها راه كتبقى فيها ديك الحتاله اللي لتحت. وها نتوما كيفاش كدلكوا اللوز، كدلكوا سلو، كدلكوه يعني كتعجنوه نيت. الا ما عجنتوش مثلا غير خلطتو راه ما كيعطيش هذاك المذاق الزوين. راك ضروري خاصكم تعجنوه، يعني تديروا واحد الكميه قليله وتبقاو تعجنوا فيها حتى كيطلق العناصر كامله، حتى مع هذاك الدليك ديال اللوز والكاوكاو والجنجلان كيطلق الزيت ديالو كيندمجوا العناصر. بحال دابا اصلا كاين سكر كلاصي، كاين شحال من حاجه، فراه خاصها تندمج. يعني ماشي غير تبان لكم بلا راه صافي اندمجات وصافي تزكى، ولا بقاو دلكو. حنا اش كنديروا في الدار، انا هاد القضيه علمتها ليا الصراحه الوالده. كنديروا بحال ندلكوه مزيان، كنخليه واحد شي شويه، واحد تقريبا واحد 2 ولا 3 سوايع، نعاودو ندلكوه وكنخليوه ليله كامله ونعاودو ثاني في الصباح ندلكوه. عاده تقول لنا الوالده صافي سيروا كولوا يلا فازي. راه مزيان، راه صافي دابا للاكل. يعني ضروري باش كاع المكونات يكونوا داخلين مع بعضياتهم. بالنسبه للكوموند الثانيه فهذه كوموند ديال السلو العادي، هذا السلو ديال البيع. هذاك السلو الاولاني اللي وريتكم هذاك يعني كوموند خاصه. اما هاد الكوموند هذه فهو كوموند ديال السلو ديال البيع، ما تيكونش فيها الا، ما تيكونش فيها الصوجه، ما تيكونش فيها المزقور، ما تيكون فيها حتى حاجه. تيكون فيها الزنجلان، اللوز، كاوكاو، زريعه الكتان، حبه حلاوه والنافع. صافي هادشي اللي كاين فيها، والزبده والزيت البلدي وزيت رومي والقرفه. يعني اكيد هذيك القرفه راه ما سميتو. فانا هنايا عندي 6 كيلو ديال الفورص، درت معاهم 2 كيلو زنجلان، 2 كيلو كاوكاو، 2 كيلو لوز كيف ما قلت لكم. عدد الدقيق العدد نفسه ديال 3 الكبار زنجلان ولوز وكاوكاو. ف6 كيلو فورص محمر في الفران، زدت عليه الزنجلان. شوفوا هنايا البنات هنا الماكينه بدات تتخسر،
وما طحناتش مزيان الجنجلان، فقلت ماشي مشكل. وصراحه هو ما بانش معايا، غير نتوما طحنوا الجنجلان مزيان حتى كيطلق الزيت ديالو. هنايا تنظن انه هذا الكاوكاو حتى هو 2 كيلو، واللوز حتى هو 2 كيلو. فراه قد ما المقياس ديال الفورس قد المقياس ديال هادوك الثلاثه ديال الجنجلان والكاوكاو واللوز. هذه هي القاعده ديال السلو اللي انا كنعرف. المهم وكيجي مذاقو هو هذاك مضبوط بحال درتي ليه العبار. فزدت القرفه، هنا زدت 2 معالق كبار قرفه تقريبا. راه عيني بعض المرات ميزانيه ما تديروش. نبان ليا شي شويه كثير رجعته تتخافي حيت الكوموند اصلا ماشي ديالي، يعني كوموند ديال الناس. فراه كاينه اللي طالبه كيلو، كاينه اللي طالبه 2. المهم كل وحده شحال طالبه. داكشي علاش. فهنايا عندي غير 4 زريعه الكتان. ما بغيتش نكثرها على حساب الذوق ديال بنادم. بغيت ندير نص كيلو، فكرت قلت بلاش خليني ندير غير 4 بركه. 4 زريعه الكتان. وهنا عندي 5 دراهم نافع، 3 دراهم حبة حلاوة. ما بغيتش نكثر حتى هما فيهم باش يبقى الذوق ديالهم مناسب لكل شيء. لحقاش كيف ما قلت لكم هذا سلو ديال البيع، هذا ماشي خصوصي، ماشي اصلا ديال سلو ديال النافسه، هذا سلو ديال البيع ديال رمضان. هنايا غادي تقريبا نلوح هذيك ما تبقى في هذه في المسكه الحره مطحونه مع سنيده. هذيك ماشي كلها مسكه حره، راه مطحونه مع سنيده، غير شي شويه ديال المسكه الحره. صافي هنا يخلط. هنا زدت نص كيلو ديال اللوز صايم، غير قليتو ما طحنتوش. اما الجنجلان ما زدتش. الجنجلان هذاك اللي اصلا هو ما مطحونش مزيان، صافي هذاك الشيء اللي اكتفيت به. يعني بالنسبه للوز رانا درت 2 كيلو ونص ديال اللوز، راه غير تنسى هاد الشيء اللي كنخليه تنساه. المهم 2 كيلو ونص ديال اللوز. ممكن ديروا غير 2 كيلو بركه، راه ممكن ديروا غير 2 كيلو بركه. انا غير زدت صراحه هاد نص كيلو صافي. المهم راه تتحسبوا، راه ضروري تتحسبوا عباركم. فبالنسبه للزبده هنا راه غير نص المقادير. هادشي راه غير نص المقادير لحقاش قسمت. فالزيت كندير انايا في 3 كيلو ديال الدقيق كندير 4 ديال الزيت البلديه، وكندير كيلو لاروب ديال الزبده، كيلو لاروب ديال الزبده ورابعه ديال الزيت البلديه، وما تبقى زيت رومي. هذه هي القاعده ديالتي في 3 كيلو ديال الفورس. يعني هنايا درت نص لتر ديال الزيت البلديه، درت كيلو ونص ديال الزبده يعني الرومي. الزبده راه زبده سبيسيال الماركه مزيانه. وما تبقى زيت روميه اللي الشيء اللي طيب فيها اللوز. وما تبقى هذه تنطيبها وتنخليها تطيب مزيان باش ما تبقاش تدور. هذا هو القاعده زعما ديما هذه هي القاعده اللي كندير. صافي البنات 3 كيلو ديال الدقيق تندير فيهم 4 زيت، كيلو لاروب زبده، و ما تبقى زيت روميه. المهم تقريبا تدير ديك اطرو زياده، اطرو شي حاجه، اطرو رابعه ولا اطرو شي شويه. المهم هذا هو القياس ديالها. شوفوا البنات كيفاش كيجي معلق. وما تنساوش الملحه وياكم تنساوها. انا شوفوا هنايا في هذا سميتو راه تعمدت انني ما نديرهاش في الزيت باش نوريها لكم. والسكر كلاصي حتى هو تتغربلوه، ضروري السكر كلاصي تغربل فاش تديروه. وصافي يعني المذاق تيبان لكم مذاق. بالنسبه لهاد 6 كيلو فانا درت فيهم كيلو ونص ديال السكر كلاصي، كيلو ونص ديال السكر كلاصي بالضبط. يلاه جا مذاقه مناسب. يعني اغلبيه الاذواق اللي غيكون مذاقه حلو، ما غاديش يكون ناقص الحلاوه بزاف. فهذه هي هاد المقدار ديال 6 كيلو راه خرج ليا 14 كيلو ديال السلو. 14 كيلو البنات ديال السلو. بالنسبه للكوموند الاخرى اللي فيها الا وهداك الشيء خرجت لي 6 كيلو ديال السلو. بالنسبه لثمن البيع هذيك اللي فيها هذاك السلو اللي فيه إلان والصوجا وما فيش الزبده خرجته ب 150 درهم، لحقاش فيه المحايل وفيه المقادير كثر. هذا البنات اللي خرج لي 14 كيلو اللي فيه غير الزنجلان واللوز والكاوكاو خرجته ب 2600، 130 درهم. وانتوما عينكم بيزالكم. انا راه هاد 130 مسلكاني وبخير. تقدروا نتوما تكون ممسلكاكمش تزيدوا كثر، تقدروا ديروا 150. وراه الاثمنه ديال السلو كتفاوت ما بين
واش درتي الدقيق بزاف واش درتي المقادير بزاف، هذا هو هاد الثمن. هاد الشي اللي في المقادير تقدروا تبيعوه بين 130 حتى 150 وبركة، راه فيه الخير والبركة. أي تساؤل أي استفسار راسلوني في انستغرام سواديليس وفي الفيسبوك سعدية زكا. مرحبا بجميع تساؤلاتكم، وبنات وهضزم مرحبا بكم في أي وقت. الحاجة اللي بغيتوها رانا موجودة. شكرا لكم بزاف، تهلاو ليا في راسكم، خليت لكم الراحة وبسلامة عليكم.